سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. مساء الفل والياسمين أحلى متابعين. العشية ديما خفيفة ظريفة، قلقت من القعدة وليت جات العين، عمرت الماء، نقطت الكوزينة شوية، طبقت القش كيما راكم تشوفوا، وراني عقابها واحدة واحدة. دوك نديكم الكوزينة كيف ما هاي ليكم. نقطعها كامل على البوطاجي، حكيتو بالجافيل والليزيز، وغسلت جهة اللي نحطو فيها المغارف والفراش، نظفتها كاملة ومسحت الطابلة وفرست الدنيا. المهم كيما راكم تشوفوا ديما الكوزينة خليوها نظيفة، ما تدريوش يجي ضيف في الصباح ولا العشية وما تقولوش بلي السيليباتير ديما راقدين. اختي ديما ناشطين، والناس اللي فاشلين متزوجات نقولها نشطوا، مالك بغير دراعكم. المراه الشاطره يقولك بكر بكري الصباح تقضي الصلاح، وإلا فشلتي كملتي اكثر القضيه الصباح زيدي كمليها على العشيه. يعني الاجر تاعك كنتي تخدمي راجلك ولادك ولا تخدمي امك وخاوتك، حنا سيليباتير عندنا اجر كبير. خلنا نتعقبها في الفيسبوك الحكايات بلا فايده. 12 سنه ونحل فيسبوك مستفدت والو، جيست كي راني نقرا حوايج تاع الدين ولا حوايج تاع مطالعه كتب هكا جدد، واش كاين واش ما كانش قاعده نستفيد. والله دركا كي حلوا قنوات اليوتيوب تشوفي واحد الله يبارك صغيره في اللاجر اقل منك ولا اكثر منك وفحله طيب وتنشط وتعمل كلش، وانتي تقولي انا صغيره ما نقدر ندير والو. ديما نشوفوا الحوايج اللي تحفزنا مش اللي تفشلنا، خاطر كاين فيديوهات غير تاع البكا ونديب، كاين فيديوهات تاع الرقيص، كاين الفيديوهات تاع الفساد. المهم انت واش تختار لحياتك، واش تختار المجال تاعك انت اللي راح تربح فيه. اذا كان حاجه مشي ملاحه راح تعود عليك بالفساد، اذا كان حاجه ملاحه تعود عليك بالخير. المهم ديما نقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. مهما تكونوا مهمومين، مهما تكونوا فاشلين، حطوا باللي الروتين صح وممل ويكرر. طول المرة القاعده في الدار راني بطاله ونحس مصح ما كانش كيفاش ما نقضيوش. قالك ضرب الدبوس كل مسقي كما يقولوا. يعني عقد ما تكوني فحله وناشطه، عقد ما الوقت تاعك يعدي ليه، عقد ما الهموم تاعك قاعده تنقص، وديما كي تقضي وديما اذكروا ربي. سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله. اقراوا القران باه ما تقلقوش وباه اللي ليه يعدي. بس بكري انا ما كنتش نقرا الاذكار، دوك طلعت نقرا الاذكار اللي ليه القضيه نحسها خفيفه واللي ليه تفض حتى فيها تعب. سبحان الله نحسها خفيفه هكا واللي ليه تعدي. المهم ربي يعطينا الجهد والقوه، ربي ان شاء الله يفتح علينا. الامهات اللي تعبين مع اولادهم ربي يوفق اولادكم وينجحكم وينجحهم يا رب، خاطر كي ينجحوا هما انتم تنا تنجحوا في المهمه. كما يقول لك في القران: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. صدق الله العظيم، مانيش حفظتها باه ما نفسدش الايه، خاطر كلام ربي. يعني احسن بقيه الصالحات هما سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله واستغفر الله. الكنز تاع الوالدين هما الولاد، صدقوني ما عندها حتى معنى كي يعودوا الوالدين لاباس بيهم ولدهم مش قاري ولا فاسد ولا في الحبس، قسما بالله تعب هذاك كله شقاء، هذاك كل تاع سنوات يروح في دقيقه. مع الفرق يعود زوالي وولده قاري وناجح وما شاء الله، يحس هذاك التعب اللي تعبه كامل راح. المهم ديما نقولوا الحمد لله على كل حال، على الصحة، على نعمة الوالدين، على راحة البال ولو كانت شوية، خاطر واحد ما هو متهني. تهلاو في رواحكم وليلتكم زينة.